السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقرة صغيرة جدا 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 لأخواننا السعوديون الذين لديهم ألباب وعقول. لا تقول لي لماذا تتدخل، بل أنا سأتدخل في شؤونكم أيضا كما تدخلتم، ولن أكرر هذا كثيرا. ثانيا، هذه بلدنا وأصلا هو بلد جميع المسلمين الحرمين الشريفين. أما بالنسبة لهذا المانع ابن مهذل، مانع ابن مهذل، ما ادري كيف تتنطق، هذا صاحب الامين العام لحركة الحق والحرية، الحق والعدالة. اقول لكم يا سعوديون، لا تنخدعوا لا تنخدعوا لا تنخدعوا. هذه خدعة كبيرة جدا من الامن القومي، هذه خدعة كبيرة جدا من الامن القومي السعودي، وذلك للدفاع لمساندة آل سعود حتى يظهر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أن هناك معارضة حقيقية على وجه الأرض ضد آل سعود، حتى وذلك ما قامت به آل سعود والأمن القومي والمخابراتي في هذه البلد الحرمين الشريفين، وذلك لما وجدته من ضغوط كبيرة جدا داخلية وخارجية على النظام، ومن نظام قمع ونظام سرقة وإلخ وأنتم تعلمون. لذلك فقامت بذلك بمبدأ آكل نفسي قبل أن يأكلني أحد، قبل أن تزداد هذه المعارضة. فهذا فقط هو نظام تخميد لمعارضة السعوديون وحركة الإصلاح الحقيقية، لأن هذه إن كانت حركة الإصلاح كانت سميت حركة إصلاح، ولكنها سميت اسم حركي وتتكلم عن الحرية والعدالة، وهي لا تمت إلى الحرية والعدالة. وغدا ستذكرون ما أقول لكم، وإن غدا لناظره قريب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.